ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى أهله وسلم. أهلا بكم حبايبي، أهلا وسهلا بكم وكل متابعين اللي بيشوفوني لأول مرة واللي متابعيني في القناة. يا رب الفيديو ده النهاردة يعجبكم. هنعمله إن شاء الله فرخة النهاردة، وأعمله معاها كسكسي الفلاحي. وإن شاء الله الفرخة دي هنتابعوا غسيلها معاكم، هنعملوها مرة واتنين غسيلها والتالتة كمان. وإن شاء الله يا رب تستفيدوا منه، وإن استفدتوا مني بحاجة وعجبك الفيديو اعملوا كده لايك حلو زيكم يا جماعة يا حلوين. يلا بينا على غسيل الفرخة. ودلوقتي إن شاء الله هنغسلوا معاكم الفرخة. بسم الله الرحمن. أول حاجة الدقيق يا حبايبي، لازم تحط كمية دقيق على الأقل معلقتين 3، ومعاهم عصرة ليمون في المية. كل ده اللي الفرخة هنخلط فيها الغسيل، كل ده هينخلط في المية. ليمون أو ليمون وحبايبي ملح. الملح ده هينحط جوه الفرخة. معايا معلقتين ملح، معايا 3 معالق دقيق، معايا ليمونتين خل قدام منكم اهو. وهنرش الفرخه بالراحه خالص عشان يا حبيبتي ما تغرقيش نفسك بالميه، ميه الملح ميه الحاجه دي. وان كنت لسه بنوته صغيره بتبتدي تتعلمي غسيل الفرخه عادي جدا، غسيلها عادي جدا من بره وجوه بايدك كده، دخلي ايدك وتطلعيه. وفي ماده زلاليه حبايبي، في ماده اهي بتكون في النص في بين الوراك بعضها ناعمه، لازم تطلع يا حبيبتي عشان دي بتزفر تخلي طعم الفراخ زفر. لازم تطلع وتغسليها. غسيل سهل جدا يا حبايبي. شوفي يا حبايبي، شوفي الماده اللي بقول عليها لا مؤاخذه ناعمه خالص. دي بقى اللي بتخلي يا حبيبتي الفرخه طعمها زفر. لازم بين وراكك، بين الوراك دي في فتحه اهي، لازم تنضفيها كده، تحطي صبعك كده صبعينك وتنضفي. ودلوقتي اهو المره الثانيه كمان بنفس النظام هتغيري الميه من طبق لطبق وتنزليها اهي يا حبيبتي. برضو هحط الدقيق. هتقولي بتغسلي كتير كده ليه؟ ايه دقيق وايه ملح كل شويه؟ لا، ده لازم مرتين عشان تتاكلي الحاجه تبقى سبحان الله ريحتها ما تتعبكيش، وتبقى في نفس الوقت لها ريحه ولها طعم جميل في ايدك. خلاص يا حبايبي غسلناها وهنشطفوها ويلا بينا على الحله ننزل. دلوقتي بقى يا حبايبي غسلنا الفرخه مره واثنين 3. بصي يا حبيبتي، انت يا حبيبتي عسل. الفرخه اهي بتستوي بسرعه، ومفكروها انها استوت، ممكن تكون استوت يعني، او مفكروها استوت. الوراك دي بتستوي بسرعه قبل الصدر. ايه المشكله؟ المشكله ان احنا لازم ننغز الفرخه كده بالسكينه او الكزلك كذا نغزه في صدرها. ليه بقى لما تنغزي الفرخه في صدرها كذا نغزه؟ علشان تستوي الصدر نفسه هيستوي مع الوراك، وهتبقى الفرخه سليمه ونظيفه وحلوه، وما تلاقيش في صدرها وانت بتاكلي دم بين اللحم وبعضه. يلا بينا بقى على الحله ننزلوها في الحله. دلوقتي بقى هننزل الفرخه في الحله قدام منكم. الميه بتغلي اهي بنوتي، الميه بتغلي. هننزله بسم الله الرحمن الرحيم الميه في الحله. وعليكم دلوقتي منزلين معانا 7 بهارات. معانا بهارات فراخ، معانا روزماري، معانا ورق لوري، معايا عود اللهم صل على النبي، معايا عود قرفه، معايا ملح. كل ده هينزل قدام منكم. شوفي بهارات اللحمه مع القرفه مع ورق اللوري مع الروزماري مع الملح، يا دوبك معلقتين ملح حسب رغبتك في الحدوقيه، ان كنت بتحدقيها او بتخليها ملح عادي. ودلوقتي بقى هنغطوها ويلا بينا على الكسكسي الحادق الجميل اللي يستاهل بقكم. حبايبي هنعمله مع بعض ان شاء الله الكسكسي الفلاحي. انا جايبه كيلو ونص دقيق، ان شاء الله هعمله معاكم خطوه بخطوه، ويا رب يا رب يعجبكم. يلا بينا. اول حاجه معانا لتر ميه عليه معلقه ملح. حطيت معلقه ملح هنا في الميه، لابد من معلقه الملح جوه الميه. هتمسكي كوبايه الميه كده وكانك بترشي رش بسيط جدا في الاول كده، على بس العجين الدقيق ما ينبل منك، يشرب الميه بس مش زي دقيق العجين، مش بتعجني ده انت يا دوبك بتنسمي كده بالميه علشان الدقيق ياخد معاك ويدي. كل ما احس ان الدقيق محتاج ميه بديله على خفيف
عشان ده مش عجين يا حبايبي. اهو ايديا كده، واهو كف ايدي يا حبايبي اهو، والدقيق عليه وابره. بالطريقة دي. تاني كده اهو نبرم بالطريقة دي اهو. كف ايدي احطه على الدقيق، كف ايدي بنزله على الدقيق، على وش الدقيق، اي مكان يعجبك في الحافل، في طبق، في حلة، في اي حاجة. والدقيق التاني اهو على ايدي كده، هتلاقي نفسك بالطريقة دي. دلوقتي انا هو عايز كمان شوية مية، حوالي ربع كوباية مية، علشان ياخد ويدي معايا، عشان حسب الدقيق في دقيق بيشبع بسرعة في المية، وفي دقيق لأ. وتجيبي من تحت لفوق، تقلبي كده وفي الدقيقة كده، تجيبي من تحت لفوق، عشان ايه؟ لو في شوية دقيق تحت يجوا معاكي في المية اهو. يدوبك اهو. هنتن برومو على ايدينا كده يا حبايبي 5 دقايق بس، ما باخدش اي حاجه. وانا صغيره كانت مامتي تقول لي ابروم الدقيق اللي مرشوش عليه الميه على كف ايدك كده. كنا بنفكروه صعب وايه وتعب وصعب، ولا يا ماما ابرومي انت، او انت اعملي التفتيح. لما كبرنا كنا متعلمينه بقى، اتعلمناه منها مره، في التانيه، في التالته، ما شاء الله تلاقيه ما شاء الله طعمه ما فيش احلى منه ولا اخف منه في العمايل. شوفوا يا حبايبي برش الميه ازاي، واقلب الدقيق من فوق لتحت، من تحت لفوق، عشان لابد ده مش عجين، ده اسمه كسكسي. كسكسي المصري بتاع امهاتنا وبتاع اجدادنا. لما بتيجي تاكليه بقى يا حبايبتي بتنسى اي تعب عملتيه تعبتيه. هكمل بقى برمانه وارجع لكم. انا برمت الكسكسي او قدام منكم اهو 10 دقايق، ما خدش غير 10 دقايق. دلوقتي بقى المنخل اهو، ده اسمه منخل كسكسي، بحط جواه الكسكسي زي ما انتم شايفين اهو. اهو يا حبايبي انزل بالطبق في الايه، في غربال الكسكسي علشان ابرمه يا حبايبي. بتبرمه بالطريقه دي دائريه يا حبايبي، ايدك كده وتلف كده وتنى لف. شفتي يا حبيبتي كسكسي اهو، عجينه الكسكسي بعد ما برمتها ايدي كده، كف ايدي على الكسكسي والف وتنى لف لحد ما اخلص الكميه يا حبيبتي دي اللي معايا، وهرجع لكم. يلا بينا. حله البخار دي بخلي ربعها زي ما انتم شايفين ميه اهي، كانك بتجيبي كسكسي جاهز. الكسكسي الجاهز بنجيبوه ونردوه ايه مره واتنين على ميه يا حبايبي، مش شوربه. حله الكسكسي دي اللي هي دي اللي ما كنتش تعرفيها يا حبيبتي، بتنشري من اي مكان بتاع المونيات او مول بتاع الامونيا اهي يا حبيبتي. بننزلوها كده، بتبقى طبقتين، طبقه اهي اولى وطبقه تانية. الطبقه الاولى فيها ميه، شايفين يا حبيبتي الميه بتتحرك اهي، والطبقه الثانيه دي. دلوقتي بقى هننزله قدامكم التفتيل اللي هو الكسكسي بعد ما خليناه خرز كانه رز، كأن حبات الرز. تجيبي اي قماشه المهم تكون قطن، وتيجي منزلاها كده في حله الايه الكسكسي، وتيجي منزلها عليها الكسكسي يا حبيبتي اهو اللي احنا عملناه ما شاء الله. حبات اهي، الدقيق بقى ايه حبات خرز زي الكسكسي الجاهز بالظبط اهو. شفتي يا حبيبتي؟ وكنت نفسك تتعلمي عمايل الكسكسي او انت بتعمليه عاوزه تعمليه ببيتك اهو. اول مره دي بنحطوه في حله الايه البخار، اسمها حله بخار بتاعت كسكسي. بترديه بتسيبيه على النار وتعلي النار عليه، وتخلي ربع الايه الحله ميه او نصها ميه، وتحط الكسكسي بالطريقه دي في القماشه دي القطن، يكون عندك قديمه او تشتري عادي، وتيجي سايباها على النار نص ساعه
اول ما نص ساعه، في النص ساعه نفسها كل 10 دقايق هتروحي تقلبيه ايه من تحت لفوق بالمعلقه، مره في التانية، كل 10 دقايق تقلبي مره عشان بس ايه ياخد الهبو. وهتسيبيه على النار 10 دقايق، وبعد نص ساعه هتسيبيه على النار نص ساعه، وبعد نص ساعه هتنزليه وهوريك تعملي ايه تاني. اهو يا حبايبي غطيناها، لازم غطا الحله في الكسكسي كده، والنار من تحت عاليه عشان يا حبيبتي ايه الكسكسي يستوي بالطريقه دي. يلا بينا حبايبي اهي قلبي. دلوقتي الكسكسي جبناه من على النار اهي. الخطوه الاولى هما بنرد الكسكسي مرتين، مره في الاول ومره في الثاني. دلوقتي سيبناه على النار نص ساعه، وتاخدي بالك من الحله اللي تحتها مصفه الايه الكسكسي. دلوقتي ما شاء الله شوف الدقيق اللي كنا بنعملوه نبرموه ما شاء الله بقى تفتيل اهو. دلوقتي نردوه بالمرقه، بكوبايه مرقه بس، كفايه مرقه واحده، كوبايه واحده بس كفايه، يا دوبك تنسميه كده بايه بكوبايه واحده، وتكون الكوبايه دي من المرقه اللي انت عاملاها، ان كانت بتاعه بط، بتاعه فراخ، بتاعه اي حاجه انت عاملاها، حمام، اي حاجه اهو كانك شاريها جاهز. المهم هنردوه دلوقتي على النار تاني، هيبقى دي اول مره، وتاني مره ما بتردش، تاني مره بنعمل بالايه بالزبده، اول مره بتردوه بالايه بالمرقه اللي قدام منكم دي يا حبايبي. بالمرقه اهي كوبايه بس، كوبايه لا ما اكتر ولا اقل، علشان ما شاء الله يطلع كده ايه مفرفر اهي. اول مره بالمرقه، تاني مره لما ننزلوه من على النار هتبقى بزبده، وبرضه هنوريكم ان شاء الله الخطوه التانيه. يلا بينا. دلوقتي حطينا القماشه زي ما قلنا لكم اهي، وهننزله التفتيل الكسكسي قصدي، اللي هو اول مره، لا اول مره لازم ينزل تاني مره. دلوقتي البحر اول مره كان طاب معانا وردناها بالايه بالمرقه قدامكم. هي 3 مراحل، مره نطيبوه، مره نردوه بالمرقه، المره الثالثه ننزلوه ونحطوا عليه الزبده وناكله. يلا بقى ما تنسوش ان شاء الله لايك واشتراك في القناه يا حبايبي. اهو يا حبايبي بننزله اهو قدام منكم اهو يا حبايبي اهو، اتفرجوا شايفين. يلا نغطوه بقى، لازم يتغطى. عملنا الكسكس الحادق بالمرقه، اللي هي تاكلي جنبها مرقه وتاكلي جنبها اي خضار برضو ممكن تاكليه. ودلوقتي حمرنا الفرخه وحطيناها على الكسكسي، ودلوقتي بقى 100 100. ونزلنا قبلها، ايوه صحيح نسيت اقول لكم، ان حطينا سمنه على الكسكسي، قلبنا السمنه مع الكسكسي كانك بتقلبي سكر على اي حاجه، على مثلا على حاجه حلوه بتاكليها. دلوقتي قدامك الكسكسي متقلب بالسمنه، وغرفناه وحطيناه في طبق وعليه الفرخه، والف هنا وشفا.